النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كثيرا ما يشتغل الإنسان بالدعاء للدنيا، يقول له يا ربي أعطيني المال وأعطيني البنين وأعطيني المكانة وأعطيني المنصب وأعطيني الجاه وأعطيني الملك والحيازة ويطلب من الدنيا ما يطلب. قال فيه نوع من البشر لا يطلبون هذا، ولكنهم يكتفون عما يطلبه السائلون بذكر الله، فيذكر الله تعالى ولا يطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام روى لنا عن ربه في حديث قدسي شهير قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالذكر إذن باب مهم ومطلوب من الإنسان أن يذكر، فيقول له ومتى نسيت حتى أذكر. وقد ساغ أحدهم فقال يقول لي العذول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر ما نسيت، شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت.